قبل كل شيء مرحبا بالإذاعة الجزائرية الدولية. هو فعلا نشاط جاء ليختتم سلسلة من النشاطات اللي تبرمجت لفائدة الجالية الوطنية بالخارج. كما تعلمون في الطبعة هذه تاع المعرض الإفريقي للتجارة البينية نظمنا يوم للجاليات الإفريقية، هي الطبعة الثانية على المستوى القاري، وحبينا نعطوا لها يعني طابع خاص بما فيها بمشاركة وازنة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج. والهدف هو إرسال رسالة حول يعني القدرات اللي تسخر بها الجالية الوطنية من كفاءات وخبرات عبرت عن الاستعداد تاعها بالمشاركة في المسار التنموي للبلد. والحمد لله يعني شاركوا بكل فعالية وبكل نشاط في تسيير هذه الحلقات النقاشية اللي تركزت عليها يوم الجاليات الإفريقية. اليوم تفضل السيد الوزير الأول بتنظيم حفل استقبال على شرف أعضاء الجالية المشاركين اللي العدد تاعهم يفوق 250 مواطن مقيم بالمهجر، وكان فيه خطاب قوي للسيد الوزير الأول نقل فيه تحيات السيد رئيس الجمهورية والعناية يعني اللي يحيط بها هذه الشريحة المهمة من المجتمع الجزائري. هناك العديد من النشاطات المبرمجة بمناسبة هذه الطبعة، الهدف أنه نخلق منها طبعة مميزة بكل المقاييس. ويعني حتى يوم الجالية الإفريقية اللي تنظم يعني اليوم الثاني من هذا النشاط، يعني كان فيه تميز من جانب المستوى الرسمي للمشاركات، بحيث أنه لأول مرة كانت فيه مشاركة رسمية لرؤساء دول وحكومات، يعني سواء من القارة الإفريقية ومن منطقة الكاريبي، بالإضافة إلى المستوى القياسي للمشاركات تاع الجاليات الإفريقية. وبطبيعة الحال الجالية الوطنية بالخارج اللي تقام عليها اليوم حفل استقبال في نفس المكان اللي كانت فيه يعني جلسات الوطنية للجالية سنة 1995، وهذه لها دلالة يعني ورمزية كبيرة. يعني حبينا احنا في يعني الحلقات النقاشيه اللي تبرمجت في يوم الجاليات الافريقيه نسخروا مجال الموضوع الاقتصادي، لانه الطابع الاقتصادي الغالب هو الطابع يعني في هذه الطبعه. ويعني عرضنا فيه التجارب الناجحه لاعضاء الجاليه الوطنيه المقيمه بالخارج اللي بادروا وجاوا الوطن الام، ويعني جسدوا مشاريع استثماريه، وكانت المناسبة لهم باش يعرضوا تجاربهم لإخوانهم الأفارقة من الجاليات الإفريقية تاع الدول الأخرى اللي شاركوا في هذه الطبعة. هناك جملة من التحفيزات، يعني تكلمنا بالخصوص على موضوع المؤسسات الناشئة، يعني فيه رقم تكلم عليه السيد الوزير الأول، يعني 15% من المؤسسات الناشئة اللي تم خلقها خلال السنوات الأخيرة يعني كانت بالفعل أعضاء من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وهذا يعني نتيجة جاءت بفضل الجهود اللي تم بذلها على مستوى مختلف القطاعات الحكومية لتوفير نفس الامتيازات ونفس التشجيعات التي هي يعني حيز الخدمة ومتوفرة لأفراد الأفراد المقيمين داخل أرض الوطن. يعني هناك مساواة فيما يخص التحفيزات المقدمة سواء بالنسبة للمواطنين الجزائريين أو يعني المواطنون بديار المهجر، وهذا الشيء يعني يحفز الكثير من الكفاءات باش تبادر ويعني تستثمر في وطنها الأم. يعني الرسالة وضحها السيد الوزير الأول في خطابه، يعني بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية ونقل العناية التي يحيط بها هذه الشريحة المهمة من المجتمع الجزائري. نظن أنه السيد رئيس الجمهورية يعني في كل تنقلات تاعو خارج أرض الوطن يعني دائما كان يسخر يعني لقاءات يخص بها أفراد الجالية الوطنية بالخارج. احنا يعني كوزارة شؤون خارجية نعمل على مواكبة هذه اللقاءات وتفعيل كل ما تم الاتفاق عليه. ويعني الجالية تستحسن يعني هذه القرارات اللي اتخذها السيد رئيس الجمهورية لصالحها، واللي نظن أنها وسعت وعاء المكاسب اللي تحقق لها خلال السنوات الأخيرة.